السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جايب لكم فيديو جديد النهارده، تحدي جديد حلو جدا. يلا نقول بسم الله ونبدأ معانا التحدي. التحدي اللي معانا وهو تحدي الأسبوعين ب1000 جنيه، يعني الأسبوع الواحد ب500 جنيه. جاهزين للتحدي؟ يلا بينا نبدأ. هنا تحدي 1000 جنيه أسبوعين. لو انت ما بيفتش معاكي فلوس وكمان في نفس الوقت بتحسي ان ال1000 جنيه مش هتكفي معاكي، لا هتكفي معاكي بأول حاجة ايه؟ ان انت ترضي اللي ربنا قسمهولك، وان انت كمان تكوني عارفة امكانياتك ايه عشان تقدري تكملي باقي الشهر. يلا نقول بسم الله ونبدأ معانا التحدي. اول حاجة، لو معاكي 1000 جنيه هتمشي اسبوعين كاملين خضار، آه، فاكهة، سمك، لحمة، فراخ، كل الانواع كلها هتمشيها. طب هنمشيها ازاي؟ هقول لك على الخضار والمكونات اللي احنا هنجيبها وكل التفاصيل كله. يعني اول حاجه هنخلي معانا هنا كده، بس قبل اي حاجه لازم تعملي لنفسك نظام ورقه وقلم، وما تنزليش السوق الا وانت عارفه هتجيبي ايه بالظبط. تكوني كاتبه ورقه، وكمان تشوفي عندك ايه اللي ناقصك في البيت. تمام كده. طبعا الخزين والحاجات الاساسيه اللي احنا هنجيبها من اول الشهر بيبقى ليها ميزانيه تانيه خالص. ما اقدرش اقول لك ان ده ال1000 جنيه هيقضي الميزانيه كلها الاسبوعيه، يبقى كده انا بضحك عليك. تمام. الميزانيه معانا هتكون بتقضي لعدد افراد خمس اسر. خمس اسر اللي هو 5 افراد. تمام كده. الافراد 5 افراد. تمام. الاسره مكونه من 5 افراد. طيب اول حاجه هخلي معانا هنا من ميزانيه ال1000 جنيه وهو 400 جنيه خضار. تمام. خضار زائد فاكهه، يبقى 400 جنيه خضار وفاكهه. خضار وفاكهه. طيب تاني حاجه هنجيب ايه؟ هنجيب الحاجات الاساسيات، وهو هنجيب الفراخ. دلوقتي عامله 70 جنيه، كيلو الفراخ عامله 70 جنيه. يعني هنجيب فرخه 2 كيلو ونص 150 جنيه. حلوه جدا. كنا بنجيبها الاول قبل العيد كنا بنجيبها الفرخه 2 ونص ب 250 جنيه، فهنا وفرنا 100 جنيه. يبقى هنجيب فرختين ب 300 جنيه. فرختين ب 300 جنيه. 300 جنيه فراخ. تمام كده. وهنجيب هنا الطبق البيض دلوقتي 70 جنيه. يعني بنجيب الثلاث بيضات ب 10 جنيه. يعني تجيبي في ممكن في اماكن تلاقيها ب 70 جنيه وممكن تلاقيها ب 80 جنيه. يعني خصصي 70 جنيه لل آه، كرتونة البيض. كرتونة بيض. تمام كده. يبقى 70 جنيه كرتونة بيض. وهنجيب 70 جنيه. تمام. كيلو جبنة قريش. كيلو جبنه قريش. هتجيبي نص الاسبوع، نص في الاسبوع والنص التاني في الاسبوع. ما تجيبيش كيلو على بعض عشان ما يريمش منك. تمام. ابتعدي خالص عن الجبنه اللي هي المعلبه، اللي هي ربع كيلو ب 25 و23 27. اسعارها بقى فلكيه، وكمان في نفس الوقت مش صحيه اساسا. هنجيب تاني 90 جنيه كيلو سمك البلطي. كيلو سمك بلطي. تمام لحد هنا. تمام كده. وهنا هنجيب الباقي بقى، هيبقى يفيد مننا هنا كده 70 جنيه هنجيب بيهم لحمه. تمام كده. هنجيب بيهم ربع كيلو لحمه والباقي برغل. او لو مش عايزه تعملي كفته هتجيبي فول صويا. فول صويا هيضاعف الكميه معاك ومش هيبان في الطعم كمان. تقولي لا ده فول الصويا غلط ومش غلط. لا، مفيش حاجه اسمها غلط. كل المطاعم كلها شغالين على كده، واللي بيعملوا الحواوشي شغالين على كده. النص والنص بالظبط. تمام. واقول لكم ازاي كمان توفروا في الكميه علشان يجيبوا معاكي كميه حلوه جدا وكميه وفيره منه. طيب كده الاجمالي هنا ده كله 400 جنيه. يبقى الاجمالي هنا ده كله ده ال1000 جنيه. تمام. ده ال1000 جنيه. 400 جنيه اللي هم الخضار والفاكهه، وباقي المكونات معانا او باقي الحاجات اللي احنا هنشتريها من فراخ وسمك. فراخ وسمك ولحمه وجبنه. هنا بقينا كله 1000 جنيه.
طيب يلا بقى هنقول المنيو بتاعنا. نجيب ايه؟ طب هنجيب الاول الخضار والفاكهه. هنجيب ايه الخضار والفاكهه؟ تمام كده. الخضار والفاكهه اول حاجه هتجيبي في الاسبوع 3 كيلو بطاطس. ماشي، عشان بس مش عايزين نضيع وقتنا برده في الكتابه. يبقى اول حاجه هنجيب بطاطس. يبقى احنا كده جبنا الاساسيات بتاعتنا اللي هي تحدي 1000 جنيه، 400 جنيه خضار وفاكهه، و300 جنيه فراخ، و70 جنيه كرتونه بيض، و70 جنيه جبنه قريش. كيلو جبنه قريش هتنصصي النص، وكيلو سمك بلطي، و70 جنيه لحمه. تمام لحد هنا. طيب هنروح السوق هنشتري ايه؟ لازم تكوني عامله قايمه وروحي السوق، بلاش السوبر ماركت. وروحي السوق متاخره عشان مش لازم بدري، عشان ميبقاش الحاجه تبقى غاليه عليكي. تمام. يعني مثلا روح على مثلا الساعه 10 الساعه 11 هتلاقي الاسعار بقت متعوده، وفي نفس الوقت برضه الحاجه تبقى كويسه. طيب هتجيبي ايه؟ اول حاجه تجيبي 3 كيلو بطاطس، نص فلفل، كيلو 2 كيلو طماطم، ربع ليمون، خيار، بصل. جيبي كيلو خيار، بصل، كيلو بصل، ملوخيه هتجيبي نص كيلو، هتجيبي كوسه، كيلو كوسه ب 10 جنيه. هتجيبي بطيخه بقى كبيره. يعني كنت بجيب البطيخه الكبيره ما شاء الله كده حوالي ممكن مثلا 10 كيلو، كانت ب 60 جنيه من حوالي اسبوعين. دلوقتي انا بجيب البطيخه الكبيره من عند الفكهاني ب 40 جنيه. كبيره ما شاء الله كده ب 40 جنيه، يعني بتقضي 5 افراد ما شاء الله كبار بياكلوا البطيخه على مرتين. تمام كده، على مرتين. طبعا احنا هناكل كتير بقى، لو مش على ما تاكلوش كتير بقى وتشبعوا كده وتبقوا بتحبوا البطيخ، ممكن تقضيها على 3 مرات او 4 مرات تاكلوا البطيخه. تمام كده. يبقى هنا وهجيب هنا الباقي، هيكون معانا باقي 25 جنيه من ال 200 جنيه بتوع الاسبوع بتوع اللي احنا هنروح بيهم السوق. هتجيبي ممكن نص رقاق طري او نص رقاق عادي ب 25 جنيه. يبقى كده انا معايا ال 200 جنيه. وهكذا الاسبوع الجاي هتجيبي نفس الحاجات اللي لازماكي والباقي عندك. طيب انا المنيو عندي همشيه ازاي؟ فطار غدا عشاء. الفطار هتعملي انت عندك بطاطس، قدرتي توفري هتجيبي نص كيلو بتنجان اللي هو الاسمر تقدري تقليه. هيبقى تعملي فطار جبنه، بيض، هتقلي بطاطسايه. يبقى انت كده فطرتي بيض وجبنه وبطاطس وكوبايه شاي بنعناع، حلو جدا. طيب نيجي للغدا. طبعا احنا هنا عملنا جبنه فرختين. هنقطع الاربع اوراق بتوع الفراخ، هنخلي الدبابيس لوحدها والفرده بتاعت الوراك لوحدها. يبقى احنا كده عملنا يعني عملنا 3 وجبات من الفراخ. هنجيب مثلا الصدور الفراخ، هنعمل الصدر مره، هنعمل الصدر بانيه. الصدر التاني هنعمله مثلا نجريسكو، هنعمله ستريبس، هنعمله بانيه، هنعمله شاورما، في افكار كتيره جدا. طيب انا عندي هنا عملنا الفطار. طيب احنا كده قسمنا، وغير الكبد والقوانص غير الهياكل وغير الصدور. طيب اليوم الغداء اللي هو اليوم الثاني في اليوم الفطار هتعملي مثلا صينيه بطاطس من اللي هي الوراك او الدبابيس اللي هي الدبابيس بتاعتها او باقي الورك. هتعملي صينيه بطاطس بالفراخ وجنبها شويه رز، حلوه جدا. العشاء هتعملي مثلا حته جبنه خفيفه، خياريه، تبقى حاجه خفيفه مع حمرت بطاطسايه. وهكذا تاني يوم هتمشيه ازاي؟ نفس التفاصيل. هتمشي الدنيا حسب امكانياتك. يوم سمك، يوم فراخ، يوم لحمه. طيب انا عندي هنا جبت هنا نص كيلو، يعني هنمشي يوم كده ويوم كده. يعني يوم التاني هنعمل مثلا شويه رز او شويه مكرونه مع نقلي بطاطسايه. نعمل مثلا نقلي كام بيضه بكل بعددنا. كده برضو وفرنا في قلب الغداء. تالت يوم هنعمل مثلا السمك اللي احنا جبناه، هنعمل جنبه شويه رز صياديه، شويه سلطه، ونقلي السمك. ممكن كمان عشان توفري الزيت منه تقدري تبدريه زي ما انت بتبدريها وتحطيه في قلب تحت الشوايه، هياخد نفس القلي بتاعك كده. وفرتي كمان في قلي الزيت. تالت يوم تقدري تعملي كشري. رابع يوم هنجيبي هنا اللي هو ربع كيلو من اللحمه. هتجيبي ربع كيلو من اللحمه، ربع كيلو فول صويا، ربع كيلو فلفل، ربع دهنه، ربع بصل. هتلاقي الكميه اتضاعفت معاكي. وهتعملي هنا حواوشي، وكمان هيفيد معاكي الكميه، هيكون معاكي الكميه الضعف. يعني
دلوقتي كده انت رميتي الضعف معاكي من 5 حاجات، معاكي كيلو وربع او كيلو ونص من اللحمه والفول الصويا، وزودت الكميات من الخضار اللي معاكي كمان كده. يبقى احنا هنا عملنا حواوشي هنا، وبرضه هنعمل حواوشي في الاسبوع الجاي. يعني هندبقها مع بعض، وكده بنكون احنا وفرنا وعملنا تحدي ال1000 جنيه في اسبوعين، يعني 500 جنيه في الاسبوع الواحد، من فطار وغدا وعشاء، وكمان جبنا فاكهه، جبنا سمك وجبنا فراخ. يا ريت الفيديو النهارده يكون عجبكم، ويا ريت فعلا اكون ابسطتكم وكمان وفرت معاكم. ولو عايزه منه جديد وتوفير جديد كبير، عايزه اعمل لكم ميزانيات دي كام. كانت هنا الفيديو بتاع النهارده، لو عجبكم سلام، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناه. مع السلامه.